لكل والد وما ولد وخير من ولد في خير البلد نبيك المرد العدا محمد صل عليه ولتسلم صمدي قلت مصليا عليه بسلام في آله وصحبه الجال الظلم وجه سلاميك بلا انتهاء ربي إلى المختار ذي البهاء له بآله وصحبه اكتبي خير سلاميك ولسكر كتبي وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس كفيتني العدا بأهل بدري فليكن بهم وأعلى قدري يا الله صل بسلام أبدا على أجل كل عبد عبدا له بآله وصحبه البحور اكتب سلاميك وارض لي ذا الظهور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لله كلي وهو الله الأحد الصمد المغني لمن له انتهت أتوب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولدي تبت له ولي يروض من جهت خطا ولم يكن له كفا أحد جاهدوا في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسوا أن انتفوا معا بأهل بدري وبهم الحفيظ يعلي قدري لهم من الله أروم صرمدا أكبر رضوان بجاه أحمدا وسيلتي لمالكي وجنتي عن المعاصي والحساب جنتي أزكى صلاة الله بالتسليم عليه بالآل ذوي العلوم دعا خلامي ومدادي للشكر ما خاد للباخي المخدم الشكور علي من الله بالصفاء مستغنيا به عن الشفاء إلي قاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي آواني الله له في المصطفى صلى عليه سرمدا كما اصطفى أزكى صلاة بسلام يصلح كلي بها بكن فقد فأفلح للمصطفى اكتب الصلاة بسلام في آله مع السهاب يا سلام ربي بجاهه عداي سخري لي جميعا ولي الخير خري سلم جنابي والترد عدايا ليته وزد به هدايا ودي رجال بدر الأبرار لنصرتي على العدا الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز والمنتقما أعزني وليكن منتقما يا من له العباد والأفعال يا الله يا قادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجايه ما عندك كون له بجايه فوق المنى وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالعيش قد شفيته كفيته جملة ما لا ترضى وزد قائدا له ما يرضى دعاك موخنا بأنك الكريم ويرتجي ضعف الذي منك يرم عنك رضي وقدم الجهاد وغيره فهب له اجتهادا اقر له أعداءه جميعا يا خير عدل لم يزل سميعا آتيته فضلا عظيما منك فزدت علما مع فهم عنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله عني نفيت والأعداء بأهل بدر ونفيت الداء ضيفك راض عنك في البحور وفاز فيها بمحور الحور كفيته فيها بلا إخراج من طلبوا البلاد باستدراج من طلبوا الملك بظلم الناس وببراز الله رب الناس باعوا جنان الخلد بالنيران واشتروا الآثام بالغفران عن الصراط المستقيم ضلوا وغيرهم من الوراء ضلوا بصد عن سبيل الله وبمكابدة أهل الله أطراهم اللعين عين الأسقياء فبارزوا الأمين عين الأتقياء قد طلبوا ملك البلاد وطغوا وأكثروا فيها الفساد وبغوا دعاهم اللعين إبليس الرجيم إلى براز أهل بدر النجوم يقودهم بكيده العظيم إلى مبارزة للتعظيم عمي وبكم وكبارهم صغار وفي مبارزتهم لهم صغار لهم عذاب بعد مقت قد كبروا ويهزمون ويولون الدبر من بارز المقتدر المنتقم
مات ذليلا ويلاقي نقما الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له خطابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفا أحد هب لي يا وهاب ذا الكونين أضعاف ما أختار من مينين اكتمني اللهم في المجاهدين حقيقة الجهاد والمعاهدين لك توجهت بذي القصيدة فإنك اجعلها غدا مفيدا لك جعلتها وديعة إلى خير الجنان راجيا منك الإله ضربت عنك وعن المختار بها وعن أصحابه الأسطار يا الله يا أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد نظف مكاتبي من العيوب وجل فؤادي عيبة الغيوب يا عالم الغيب مها الشهادة جد لي بالعلوم والسعادة تفضلا علي بالتمليك يا خير مغن مالك مليك سق لي منازل عداية في الجنان بلا حساب والطيب الجنان لوجهك الكريم خلت في اللئام قصائد مجاهدا بلا فئام لهم خطابي عندكم في البحر وهم ذو شقاوة ودهر لله ذي الغفران توبوا طائعين من التسلل جميعا خاشعين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آيبين نبهكم خبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبشرا بذي المزايا أحمدا وكلهم عبد رسول حمدا نبذت اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر عز الممهلين عيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بحب عبده حبيبه القليل أفضل من مضى ومن ياتي ومن حضر مطلقا من أهل ذا الزمن ذاك الذي يقود لي مولاي به مرادي وكف البلايا أسأله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادا بما به أشكره حمادا ليحذر الأعداء سطو مرقمي فإنه على العدا كالنقمي يذب عن جنابه العلي وعن جناب المصطفى النبي حجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمري ذببت عن حضرته المقدسة ذوي الشقى والأنفس المنجسة رددتهم بالبيض والأرماه والكل ذو الإصرار والإطماه إن الذين أشركوا وجهدوا وفي كتاب ذي الجلال ألحدوا لهم عذاب لا يكون ذا انصرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا يقودهم غدا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم صد عن السبيل مع البراز ذوي القبول يكابدون كل من قد وحدا والكل منهم في الكتاب ألحدا خابوا أضل ربهم أعمالهم وضيعوا في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والشيطان وبالمعاصي أمروا الأوطان لهم لدى عدل علي المنتقم ما لا يزال سرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم غدا لدى كشف النقاب يوم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل وتغور قدوا عن الصراط المستقيم مالوا وللأباطيل الوراء مالوا نبهتهم ولي لم يلتفتوا حينئذ بل للذين التفتوا اتبعوا اللعين والأهواء ولازموا مع يرس الأسواء مسواهم إن لم يتوبوا عاجلا نيران عدل خادر وآجلا رام انخفاض ديننا الإسلام بالكيد والإخراج والكلام هم الذين كرهوا ما أنزلا الله مهدي فضله نزلا إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا ناوين ستر الدين بالنقاب فعملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لذوي الضلال صلى على رئيسكم بكم معا ربي ولي بكم عداه خمعا يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القلب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم برضا يجري بلا نهاية وكثر أجري فديتني بجائهم وفزت
بغير عيش وعلاك حست تفضلا علي بالزيادة لجدت بالحسنى أدم سيادة نفيت أعدائي مع الفتون خدت لي الشروح كالمتون تفضلا علي بالتبحر يا خير معطٍ بشكور يا حري اجعل فؤادي مدينة علوم نافعة أنت الخدير والعليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم صل صلاة بسلام تشرح صدري به على الذي يفرح يا من له الغيوب والشهادة صل على وسيلة السعادة بآله وصحبه واكشف لي اليوم كشفا قد يرم كليا هب لي بأهل بدر الكرام وارتض عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يدود لسواي اللوم علي من الدهر بالتصرف في السر والجهر وزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب عليك يا ربي وأعلي كعبي اجعل على طول الأعادي خدمي بحرمة المختار هذا الخدم بكونك الله الغني والأحد والصمد المغني من لك التهد اكتب لي الدهر صفاء الخلد يا من تعالى عن أب وولدي لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفوا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صليا على من سمي محمدا والآل والصحب العظام واشكر بجاهه العظيم ذا النظام وحدت ربي الذي له الأمور بهذه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن معطي ما أروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقد يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقضاء من يعتقد سره القضاء وجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا قد خالف ووجب الخيام للمنان الموصل المؤمن للجنان وجبت وحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجبت وحدة ذي الجلال في ذي الثلاثة بلا إضلال في الذات والأفعال والأوصاف من يتقد ذا يسقه بصافي وجبت له تعالى الخضرة مع الإرادة وأبدى بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوع لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليكن لا إذن بذي الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليكن منخادا بلا تسويف من سره أن لا يلاخي الضرر فلا يهب من يساق للشرر وجب العلم له تعالى وللكرام يهب انفعالا وجبت حياة باق يبقي من شاء بلا إماتة ذا سبقي كحوره والعرش والكرسي سبحان باق باطن جلي فكل من علمه الخبير فارقه الظنون والتدبير فكل من أبقاه باق مهي فأبدا خير حياة يهي وجب السمع لهاد سمعا تضرعي ملقي ختل طمع وجب البصر للبصير الأحد المكرم النصير وجب الكلام للمنزل ذكرا حكيما لا يزال نزلي وجب الإيخان بالوجود لمن له عند العدا سجودي سبحان من بجوده والكرم مني تقبل مع التكرم من شك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنعم المولى فغره الضلال والإضلال فللإله الحمد والجلال لبان وحدي أن ذا العرش العظيم أليق بالخدمة بالدر النظيم إلى سوى يسسها المعين كل عدو وانسنا اللعين لا يتوجه إلي سرمدا طرده من لا يدار السمدا من يستعيذ بالله ذي الوجود من الشياطين يفوز بجودي من مال عنه لسواه تردا عن بابه وصمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر والعجز عن إدراكه التبصر سبحان من إدراكه الممال عن الهدى وعكسه الكمال سبحان من استرى مسلوبا وخاذ للرائب والحليبا أسهب جملة العدا لغيري من للجنان ليصفي ميري دعا خلامه إلى الكتابة شكور باغ خاذ لي كتابة على الذي قدمه ذو المن خير صلاة وسلام مني وجه ربي اللعين والعدا إلى سواي لا ألاهي من عدا ألا نلي بالمنتقى رب القلوب ورايبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل ضر وكدر في أبد بإذن من يجري القدر للمنتقى وجهت في 10 سنين ما خاد لي به الحلال كالفنون يقود للماهي بإذن المالك مخجل مجدوب وكل سالك الظاهر الباطن قاد ظاهرا لي وباطنا خديما باهرا
لا يقود العلم هاد وعليم في كل شيء بمدينة العلوم لوجهه الكريم من اشترى ما لا يزال أبدا مستترا هو الذي متى يقول كن يكني وليكمل مرادي بكني أن انسان المبيع معدوم من لدى خير خبير لي أطاب الخلدا لوجه اشترى 30 معا 3 ولي منايا جماعة يقود لي إلى الجنان ثمني وفي الجنان بالرضا والأمن بأن يقود من تعلق له كما يتي خطر لقى صرف الضري لعداه الباقي وخاذ لي مواهب السباقي يشهد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وسان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق محمد هو وسيلتي إلى الأحب عبدا خديما أي خل نهبي تسليم من ساق العدا لغيري على الذي به يصفي ميري أسكى صلاة قادر مقتدر على الذي كوني خديمه دري أنما سلام قادر مريدي على النبي المنتخى الفريد حمدت من في رمضان دكسسي أمنني من درر المشوس إذ بعده الهدى جميعا سجنوا عن قصد نهوي ولغيري ركنوا ختم ركونهم لنهوي بانا من قبل صوم جكسس تبيانا قد صرفوا من قبله لغيري بلا انصراف لي وتم سيري حال إلهي بقدر عظمه ذات الحفيظ الخابد المعظمة بيني وبينهم بلا تسليط علي سرمدا وشروط أنا بدري على نصارى حصروا بالقدر هب لي ما أختار فيه معجلا وتنسى نصرتي لله على ذوي الجهود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجهوا بنصرتي لذي الجلال وساسيوا عني به ذوي الضلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف عني بكم أوجال وقايتي كون أساميكم معي بفضل رب كونه لي مدمعي أيا رجال الله عني دافعوا لوجه من عن مؤمن يدافعوا انصرفوا إلى الذين قد بغوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم رضا أيضا من الله الكريم بزجرهم عني وأجر الله يريم ضبوا معا عني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب ناريتكم لله في البهور فسارعوا بالطعن في النهور يا أهل بدر أنتم القمات أنتم الحراس والهمات لا زال رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه شافعي ويل لمن بارز رب العرش المالك الملك شديد البطش نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معي معينين على من حسدوني لوجه من على منه تعالى رمت كونكم ليا في البر والبحر معا كالأولياء من أمكم برغبة فيكم ظهر ومن تكونوا ناصره ينتظر ناديتكم منتصرا وأرتجي للمالك جل انفتاح المرتجي إن المجوس والنصارى رغبوا عن الهدى وفي سواه رغبوا لذاك بارز الحليم المنعما وضيعوا أعمارهم والنعما
كل يظن أن ذا الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم قد بانا قد سيروا عصيانه قربانا أخرجتني ربي منهم بسلام وخذتني بلا حساب أو ملام رت الجميع لي بأهل بدري فليكن بهم وعلى قدري وجهت وجهي إليك اليوم وأرتجي ألا ألاخي اللوم لرط أعدائي الذين كفروا وأشركوا وجحدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل أدنى غمري جاهدهم لوجهك الكريم بخلمي يا معطي التكريم دعوتك الله أن تعينني على الذي أراد أن يهينني وجئت جنودك إلي عاجلا ولتكفني يا مالك الدجاجلا أفر لقوم ثلثوك يا أحد والكل منهم لهوى النفس انتهت فزنا بكوننا عبيدك بلا شك ولا ميل فسيقبلا يا واحدا قد جل أن يكون له شريك هب لي السكون كف بحقك ذوي الطغيان أني ونجني من العصيان محوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين غنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي أحمدا لهبت بالصلاة بالسلام في آله وصحبه الأعلام ظلمي محوت فذنوبي يغفري به وما علي عني كفري تبت علي يا غفور يا كريم يغفر وهب لي فوق ما من كاروم هب لي فراح كل ما نبذت ولي بارك في الذي أغثت وجدت وجهي مع المختار وهل بدر لك ذا استتاري أجب دعائي عاجلا وهب لي بهم منن كما فكرت كبليا أنك رضيت عن المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي لي قبولا ورضا سرمدا وكن ولي ولتكن لي سمدا مد حياتي بأكبر الرضا وارغد العيش مربي الرضا وجه لي اللهم من ذا اليوم جملة ما أحببت دون اللوم إلى دخول جنة مع النبي شفيع كل أخرب وأجنبي أنت الحكيم الواسع الكريم لذا كرمت منك ما أروم نبهتني بكونك الوهابا هب لي ذات الأعداء أن أهابا ناجيتك اللهم ذا رجائي فتقضي في ذا العامل حوجائي أنت الحفيظ المانع المغيث وبك يا مغيث أستغيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير سيدي لك توسلت بأهل بدري وبهم اجعلني رفيع قدري هب لي ما أشاء بلا حسابي والتهم ما لي كان ذا انتسابي من كل من أحبني وبلدي وأبدا لي ربي طيب قلدي أنك رضيت ربي زدني علما وعملا يا من محوت الظلما أنت الكريم لا أزال شاكرا لك محوت الظلم والمناكرا لصفي عمري بخير عافية وجل حياتي ذات يمن شافية مربيا بظاهر وباطني ملازما رضاك في مواطني تفضلا علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب لي الآية تفضلا علي ربي بالمنى حتى وافق الخيار الأمنا خني في الدارين كل ما يدور وفيهما هب لي كل ما يسور يسرت لي استقامة وردت لي من لم يوافقني وسري سنت لي ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن لي يا ربنا لك دواما مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وشاكرا لك وارتجي منك دواما فضلك الحمد لله الذي قد قادني من وثني بروضه من كادني وغاب بي عن جملة الأكوان وليسخر ذوي العدوان وجاد لي منه تعالى بمدد أرجو به استقاما مع الصدد وكف عني وهو خير من يكف ألسنة الأعداء طرا والأكف وجاد لي فيهم بالنسر عزا فهو تعالى خير من أعزا أشكره بكلكلي وخلمي وجسدي وكف عني ظلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فعال كل ما يريد ربيتني فلك الشكر أبدا يا خير معبود بحق وبدا فرقني ترقية الأخيار ونقني من جملة الأغيار دبلي بطي السير واكشف الحجب عني وسيرا فرحة النجب هب لي ما رجوت يا وهاب يا من له الإياب والذهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها معافا يا سلام نقلتني منها لأجل تربية يا خير رب ولأجل ترقية وكملت تربيتي فرقني وردني لها ومكركتني وليهب بجاي أفضل البشر وسيلتي لك تلازم البشر وصل بالتسليم يا ذا الأمر علي بالآل وطول عمري عبد الخديم ماكسا في طوبى وكف عني بها الخطوبى وليصح بلا حساب ما أشاء في أبد والتقني ما لا أشاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدري رفع دين المستوى ذي القدر محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه رجال الظلام أسأله بحق بسم الله تسخيره ليدوي الملاهي له توجهت مع الرجال
أسند أداء المزحزح الأوجالي له توجهت بمن قد صبروا على العداء ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العداء جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العداء ذوي الخسران له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور إذ طوحوا بإذنه ذوي النفور حتى الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا من أمني من العداء بخدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في خيره من معي ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم خضاع حوجائي غدوت من ربي الرحيم كان لي وخادني له وسيدي سان لي حوصي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوق للمنى بلا حساب كما له كل ذا احتسابي مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والهمدي يا ربنا صل صلاة لتكون بها بتسليم بها أهل السكون على النبي المصطفى محمدي ولا وصحبه وقمته مدي بجاهه وجلبه جميع ما صدر مني خائدا لذي عما وجل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذى فأسلموا على الرسول المنتخى محمدي وآله وصحبه يا سمدي وجل به نظمي ونظري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغير العدا فتذهبوا بلا توجه إلا يسر مدى على الذي هذا المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلال وصحبه ويسر ما أروم يا أبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تهله يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جدني بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبخيام الليل والصيام كما تحب ولتتم أيامي وفي بارك ولتبارك يا قديم في خلمي وليهب مجدا يدوم وجل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا مقدم على الذي له دواما أخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال وصحبه وكل مسلم ما دام من يحمده يحمي البقاء وبمناه للجنان سبقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وصري علم على الغيوبات من عالم عني محل عيوبات أمرحني القيوب والقطاع عند ربي سار بالمطاع فمن تمحني شيء من الوسواس فوقت بالنبي